السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون يوم عليكم جميعا جميل ومبهج وسط حبايبكم يا رب، ويديم عليكم اللمة الحلوة الطيبة ويجعل كل أيامكم وخطاكم في بركة وسعادة، اللهم آمين. الأيام تجري. والله لسه بدري تا. يلا، المهم دلوقتي احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن موضوع مهم قوي، كلهم مهمين. وبصراحة دي كانت تاني أصعب محاضرة بالنسبة لي أحضرها، لأنه إزاي أختار أهم النقاط؟ ما هو مهم. إزاي هلخص؟ لا بجد هلخص هنا إزاي؟ دول كانوا بيقيموا الليل كله، الليل كله بيقيموه بآية. فالموضوع يعني متعب ومرهق إنك تعرف تلخص حاجة زي كده. كانوا بيفضلوا سنين منكبين كده في مكانهم عشان التفسير، لدرجة إن هم كانوا بيغمى عليهم من كتر ما هم بينسوا ياكلوا. هي الفكرة إن القرآن يعني بيحمل مليون معنى آية واحدة، مش مليون معنى اللي هو مليون حكم ومليون تفسير، لا. هو تفسير واحد ونص واحد وحكم واحد في كل الكرة الأرضية. حد يشوف حل معايا في اللام والراء. الكرة الأرضية، تمام. بس انت ممكن يعني تقرأ نفس الآية وانت خايف مثلا، فتنور عندك حاجة. ووقت تاني تقرأ نفس الآية بس انت فرحان فبتنور عندك حاجة تانية، وهكذا. ممكن نفس الآية دي لحد حيران في أمر ما وقع عليه غير واحد تاني كان على يقين في أمر تاني. وهو ده الممتع بقى، يعني ده شيء ممتع جدا جدا جدا، لأنه القرآن الوحيد العبادة اللي مش بيصيبك فيها زي ما اتكلمنا قبل كده فقدان عذرية النظرة الأولى. هو الكلام واحد والحكم واحد والتفسير واحد، بس الأحاسيس مختلفة وكتيرة. عن تجربة ليا لما كنت بسجل في رمضانات اللي فاتت كلها آية استوقفتني، ورجعت بصيت عليهم ولا مرة اتكررت نفس الآية على مدار 3 رمضانات، مع إن هو كل يوم جزء. وفي كل مرة الآية اللي بتبقى استوقفتني بتبقى مختلفة تماما. غير برضو الختمة اللي بتبقى في الآية برضو سبحان الله، عمرها ما اتكررت. كل مرة بتستوقفني آية على حسب الحدث اللي في حياتي. المرة دي مش هقول كلام علمي قوي، لأنه أنا بحكي الواقع. أنا دوري إن أنا أعكس معرفتك لواقع، وهو ده الفرق ما بين الوعي والمعرفة. معرفة شوية معلومات محشورين في دماغنا. الوعي بقى إن المعلومات دي أنا عارفة أطبقها، أنا عارف أمارسها كويس. فأنا هحكي تجربة مع القرآن، تجربتي يعني مع القرآن، وقد إيه أنا عشت معاه عزيزة جدا، عزة نفس يعني لا توصف. عمري ما حسيت للحظة وأنا تايهة أروح لمين. يعني كنت دايما عارفة أنا هروح فين. عشت 13 سنة في حياتي ظاهريا قدام الناس يبان إن أنا لوحدي independent woman أو كده، وفعلا مستقلة تماما. بس باطنا والله بجد، حتى يعني اللي هم بيسموها أصعب المراحل اللي الإنسان بيمر بيها، زي مثلا مرحلة المراهقة، المراحل الانتقالية والكلام ده. والله باطنا كان مليان كان مليان ونس وسكينة. يعني إحساسي ما كنتش عمري بحس بوحدة. يعني حتى كنت بستغرب الناس اللي هو إيه ده أنت عايشة لوحدك؟ إيه المشكلة؟ أنتوا أنا مش عايشة لوحدي في حاجة، يعني ما كنتش بحس أصلا الإحساس ده. ومرت عليا فترات طويلة كنت ببقى فيها حرفيا بعيدة كليا ومنهمكة بقى في الشهوات والفتن. يا رب ما تعود علينا أيام مغفر لنا. بس دايما كنت بتعامل مع القرآن إنه الملجأ الوحيد. يعني مثلا أعُك عكاية كبيرة، يا رب اغفرها لنا يا رب ولا عمرها تتعاد تاني في حياتنا. على طول أجري عليه، أجري على القرآن حتى لو أنا مش طاهرة، يعني حتى لو أنا مش طاهرة وأعرف أمسك مصحف، وأقوم لابسة جوانتي وأمسك المصحف وأفتحه وأشوف إيه الآية اللي هافتح عليها. وحرفيًا قلبي بيتربى وبيغرق في نعم وإحسان، حاجات لا توصف. يعني كمية مواقف نفسي أعملها كتاب والله. يعني حلم من أحلامي. فحقيقي والله كل اللي أنا أتمناه من تجربتي مع القرآن إنه يا رب يا رب ثبتنا ولا تزغ قلوبنا يا رب حتى مماتي، يا رب لا تزغ قلبي حتى مماتي. عايشة مع القرآن محصنة حرفيا من أي سوء، سواء بقى جاي لك من بشري من جني، أي حاجة ممكن تخطر بالك. والله كنت بحس إن في ملايكة ماشية معايا كده بالسيوف بتمنع عني أي سوء، لمجرد بس يعني يقيني في قوة المعوذتين. يعني باقول لهم كده 24 ساعة 24 ساعة إن هم محصنين مع شوية أدعية كتير، مع الميسر حفظه ليّا، اللي أنا حافظاه وفاكراه ومتذكراه. فكنت دايمًا باحس إنه في حصن ماشي معايا، أنا في أمان.
كانت أوقات باهتم بالتلاوة، أوقات تانية باتدبّر، أوقات باستمع، أوقات باحفظ، أوقات بافسّر، على حسب ظروفي وقتها. بس المهم لا تنقطع، ده المهم. والأهم إن في كل الأوقات إنك بقى مشاغلك إنك تعمل بيها. يعني دي أول حاجة إحنا هنتسأل عليها بعد الصلاة، ما كتابك وماذا عملت به، أنت عملت بيه إيه بقى؟ القرآن ساعدني شخصيًا من فتنة ومصيدة ترجمة المعلومة على هوايا. هتلاقي ناس كتير جدًا اللي هم بيُطلقوا عليهم حاليًا القرآنيون، اللي هم بيفسّروا على هواهم، وبيترجموا المعلومات على هواهم، ويقولوا لك أدلة يعني هم عايزين يقنعوك باللي هم عايزين يقولوه، تمام؟ معروفة يعني. والمهم برضه هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني لمّا نبقى نتكلم عن علم الشرع والدنيا. القرآن آيات ترهيب مش بتيأس. يعني القرآن الوحيد اللي بالعكس، يعني آيات الترهيب اللي فيه بتشد عليك وتفوقك، بس عمرها ما عنفتك. يعني عمرك ما هتلاقي آية عذاب وعقاب اللي بعدها مغفرة وعفو، وده عكس اللي البشر كانوا بيعملوه. يعني نصايحهم كانت دايما شديدة قوي وعلى رأيهم بس، فاهم؟ القرآن لا، مش كده خالص، هو مناسب للكل في كل الأعمار في كل الأوقات. كان بيعلي عندي جدا الصبر، بمعنى انه مش بس الواحد بيحاول يصبر على الابتعاد عن المعصية، دي درجة من الصبر، ولا بس ان احنا بنصبر على البلاء، دي درجة من الصبر. لا، بنصبر على الطاعة. كون ان الواحد يفضل ملتزم ومركز وقاعد ومنصت ومخصص وقت ومخصص قعدة وبعد عنه الملهيات، أو يروح لمعلم أو معلمة، أو يروح يشترك في حتة أونلاين ويدفع لها مثلا مبلغ وهو برضو غير مقتدر مثلا، أو المكان بعيد عليه، أو المكابدة دي، وإنك تفضل تكابد وتقول يا رب يا رب اربطني يا رب. وخاصة كمان لو انت بتراجع، يعني دي حاجات دايما كانت بتقع معايا، لأن أنا أصلا واحدة ذاكرتها سمكة جدا. بس كان في معلمة الله يبارك قالت لي احتسب ده عند ربنا هيضاعف كتير، وجهدي مهما طالت المدة، لأن الثواب بيبقى مضاعف ليكي عن اللي بيعرف يحفظ بسهولة وعن اللي كانوا بيساعدوه. ودي برضو اتأكدت لي من كذا شيخ وكذا حد تاني انه بجد المحافظة او ان انت تحاولي مهما كنت بتقعي بس ترجعي تاني، دي كبيرة عند ربنا قوي. فبالله عليك يعني كمل الطريق لوحدك حتى مهما طالت المعوقات والصعوبات. كان في دعاء جميل قوي لسه سمعت في حلقة، اللهم الوصول رغم المعوقات يا رب، دي كبيرة والله. فكمل بالله عليك، لأن دي حاجة صادقة قوي، وربنا بيشوفها جواك والثواب بيكون مضاعف كتير. واللي بيفرق برضو كمان لما بتعرف الآيات دي وتفسيرها وعلاقتها، هي نزلت غزوة ايه، تبدأ بقى تربط الآيات بالأحداث، فده بيحفزك أكتر، يعني بيساعد أكتر. بس ولو عندك نفس المشكلة، يعني أنا عندي المشكلة دي في العموم أصلا، يعني أنا مش بعرف أحفظ أي حاجة بسهولة، لازم أبقى قاعدة مركزة وأكتب، وممكن أكتب كذا مرة كمان عشان تركز، باخد وقت في كل حاجة. يعني كنت بلجأ للاستماع بس، باعتمد عليه. وطبعا المعلومة وقتها مش بتثبت لو درس أو قرآن أو أي حاجة، حتى ولو سمعتها مرتين تلاتة، لأن دايما في الغالب ببقى بسمع وأنا بمارس شغل تاني أو عملية تانية. فنصيحة يعني لو حد أصلا بصري أو حسي زيي، هو مش سامعي خالص، بلاش يعني إيه يدخل في العرق في السترايل دي، بلاش يعني بلاش يدخل العرقلة دي دلوقتي. خليه أفضل إن هو يحاول يقسم الحلقة ويدون ويكتب أول بأول عشان تثبت. خليني بقى أحكي لكم موقفين كده مع القرآن غيروني كليا، كليا حرفيا. كانت آيات كده ربنا أبصرني. أول آية كان عندي وقتها كرب شديد جدا، وخلاص حرفيا كنت ماشية في الشارع ما عنديش ذرة أمل، يعني خلاص 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 يعني. إذ فجأة بقى إن أنا أسمع الآية دي في كشك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. مش معايا التشكيل، فيا رب أكون قلتها صح. هي الآية بداية عامة من الأول، بس هي دي اللي رنت في ودني. التفسير في الملخص لما جبته يعني من النت وكده، ليحقق الله بقضائه المحموم أمرا كان مفعولا، أي صار واقعا ثابتا، وهو النصر بفضل الله وتأييده. فقد حقق الله تعالى كل أسباب النصر، فهيأ الأسباب المادية من النعاس الآمن، وأنزل المطر الذي لبد الأرض، وهيأ الأسباب النفسية من بشارة الملائكة ومن من تقليلهم في أعينهم. ودي أحداث حصلت في غزوة بدر. أنصحك إنك أنت تحاول تسمع التفسير ده حد
يعني أهل كفاية إنه ينقله لك صح. وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة. فهذا هو نصر الله عليهم في الدنيا بتوفيقه سبحانه وتهيئة كل الأسباب المؤدية إلى النصر، وفي الآخرة الأمور كلها إليه سبحانه، وتقديم الجار والمجرور دليل على أن الأمور لا ترجع إلا إليه سبحانه، وهو يجازي المحسن إحسان وللمسيء العاقبة السوء. السوء يعني السيء بياخد سيء، ماشي. ان هو احنا دلوقتي بنقولها ايه؟ انه في ناس مكايدهم ليك بتخدمك حرفيا. هو دي الآية اللي وقفتني ساعتها، اللي هو خلاص انتي قلقانة ليه؟ يعني جالي رد كده، نقطة. ومن ساعتها والله العظيم ثلاثة من الوقت ده انا ما بقيتش اشيل هم اي حاجة خالص في حياتي خالص، لان دي اصلا كانت بالنسبة لي للوحش. يعني ما دام دي اصلا عدت يبقى خلاص كله يعدي. بجد اسمعوها بجد والله هتفرق قوي. الموقف التاني وده أحسن وأحسن، كانت مع الآية إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دي معايا تشكيلها الحمد لله. وقتها أنا كنت قاعدة في جلسة تلاوة عادي، وكان من سنتين كمان، يعني حوالي سنتين. وبعدين لما سمعتها يعني وهم بيقرأوها خفت كده، قلبي ارتجف، وعلمت معايا جدا. وبعدين كان عندي مشاوير ورحتها وتعطلت شوية، والأسانسير وقتها كان فيه مشكلة. المهم يعني إن أنا رحت متأخر شوية، وأنا بفتح باب الشقة أنا فتحت عليها بالظبط هي، مع إن هي برضو الآية ليها بداية. يعني أنا ما فتحتش مثلا في أول الآية، أنا فتحت عليها هي، وكان الصوت يعني بيسمع قوي في الشقة كده. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أوف، رعب. يعني انا لو كنت وصلت دقيقه بدري او دقيقه متاخر ما كنتش هي دي اللي هتبقى شغاله وقتها. فخفت اكتر. طب وبعدين؟ ووقتها بقى اصلا كان منتشر نوعيه البوستات بتاعت ايه، مذبذبين بين يديك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. وانا كنت في الحاله دي. يعني ده كان حالي وقتها، ان انا كنت دايما بحث عن السهل، شويه هنا شويه يعني بحث القران صلي كلام بس بتابع مسلسلات. يعني لما اخرج في كافيهات بس انا لبسي كويس. يعني لما اكون مبطله اغاني ومش بنزل ستوريز بس مش بشيل حد غيري، بس بحضر افراح اعياد ميلاد. يعني لما اكون مش بنزل صور ليا بس بعمل رياكت وبشجع لبنات اوريدي، دي حفزت الناس تنزل صورها بالمنظر ده. وحاجات كتير. ممكن افضل سنه كامله اموره وشاطره وشطوره واجي لهم انا في الاخر الصبايه، يعني انا بخرج معاهم اجيب لهم انا اللي بشيل الوزر كله على قفايا. يا رب اغفر لنا يا رب. يعني اللهم اغفر لنا جهلنا وتقصيرنا وإخفافنا وهوانا يا رب. وهي أصلا حاجات والله عند الله كبيرة وليست هينة خالص. وهنا بقى بيجي الفرق الشاسع ما بين حد عارف وبيجاهد، يعني خلاص عارف ان هو بيجاهد، وبين حد شايف اصلا ان هي مش مشكلة. طب ما اعمل الاتنين مع بعض. والله من تجربة لا يجتمعوا، والله ابدا ما بيجتمعوا في قلب واحد. يعني انا بنقل تجربة شخصية حاليا بجد، مش بتكلم من النت، موجود انت تقدر تسمعه. انا عشتها وصدقتها. والآية دي خلاص يعني وقتها انا معلقاها في وشي في كل ده. وانا هفضل مذبذبة لحد امتى؟ ما هو اذا جاء لا يؤخر، ما انا لو اجلي جه لا يؤخر هفضل انا رجل هنا ورجل هناك. الكلام بقى المحيط اللي بيتردد اللي بيمنعك، اللي هو كده الشيطان اصلا اقع وما التزمش، اصحابي هيبعدوا عني يقولوا عليا معقده. يا ستي هيقعدوا بقى يقولوا انتي يا بنت مش شقاوه ولا ايه الكلام بقى كله احنا عارفينه ده. فرديت على نفسي، ما تهاجمش الفكره اللي بتجيلك بالله عليك، ما تهاجمهاش. طب ما تخلينا في دلوقتي، مش يوم معاش. طب ويمكن اصلا لو وقعت وتبت ارجع اقوى. طب ما اصلا بقى الاولى من كل ده ان انا اتعلم ايه سبب الوقوع، وهل اصلا كل الوقوع واحد، وازاي اتعامل معاه عشان اتجنبه. يعني مثلا انت لما بتيجي تعلي سقفك بتقع اخف بكتير. فلما تبقى عامل مثلا ورد قران ونوافل وذكر وصله رحم وعلم وحاجات كتير، لما تيجي تقع مثلا هتعمل منهم نص او هتعمل منهم اقل من النص، بس تستل ستايل. غير لما تكون مكاني عادي وكله عادي والكافيهات عادي والكل يلا عادي بقى كله عادي. وايه يعني لما ابقى هنا وهنا الوعي مختلفة خالص، الوعي هنا غير. وبعدين بقى تلف الف الف على الغربية، ازاي نعالج انتكاسنا، ازاي نلتزم.
يعني حلول هي عملية والله، يعني أنا لا أنصح إن أنت تهملها، اقرأها وتعلمها واقرأ لناس كتير، ودي حاجة ساعدتني جدا في شغل السيلز. التنوع في الاستماع ما بيخلكش يعني ريستريكت في حاجة معينة، لا يعني بيخليك مرن. حلو. بس كده كده خلاص، في أحكام إحنا مؤمنين بيها، مفيش نقاش فيها. اكتشفت إن الحل ده بسيط جدا في الآخر في سورة الفتح، اللي بنقرأها تقريبا مش عارفة كام مرة، يعني إن هم عدينها قبل كده، دي قريتها قبل كده. كم مرة بتقرأها؟ اهدنا الصراط المستقيم. يعني هي ايه معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ انه يبقى في حسن تأكل ودعاء تام، يعني دعاء معاك على طول، انت على طول بتدعي، يعني ما تمشيش بخطتك خالص، في اولا حسن تأكل ودعاء. وبعديهم على طول اول 5 ايات في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خلاص، دي الاسباب اللي المفروض اخد بيها، ده الكتاب اللي هيخليني على طريق الهداية اللي انا كنت بدعي بيها. طب للمتقين اللي هم مين المتقين؟ اللي بيؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انت تخيل برضو جت كم مرة على طول يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالآخرة، ودي درجة من درجات الإيمان اللي هي اسمها الإحسان. خلاص انت موقن بالآخرة، دي بتفيد في إيه بقى؟ بتفيد في إيه بقى؟ كوتشنج، إن طول ما أنت هدف نيتك يعني إن الهدف أصلا والقيمة والنية عظيمة، والله مهما وقعت إن شاء الله هتفضل تمشي حتى لو بتحبو. يعني حتى لو أنت عمال صعقاه كده، مفيش، ما أنا عندي نية وهدف، أنا لامس الجنة، أنا شايفها، أنا حاسس إن هي بتاعتي خلاص، مش هفرط فيها بقى إن شاء الله لو حصل فيها إيه. هي دي يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. هم دول بقى اللي هيوصلوا الهدى اللي هو كانوا المتقين. بس منين؟ من مين؟ انت خدت الكتاب هو السبب، القرآن هو الأسباب اللي انت بتاخد بيها، بس هيك الهدى من مين؟ من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وكانت من المحاضرات اللطيفة جدا اللي سمعتها للشيخ سمير مصطفى لما كان بيشرح الفرق ما بين الفلاح والنجاح، وان النجاح ده مصطلح غربي دنيوي ملوش أي 30 لازمة، عمره ما بيدوم، متفاوت جدا، مقاييسه زي الزفت واحنا شايفين. فمش هو ده، مش هو ده خالص. حلو. فاللي هو ايه، الله، ده البداية، امال اللي جاي هيبقى ايه؟ اذا كان يعني كام سطر بس كده هو فيهم كل علم الكتب الغربية اللي عدت عليا، ومع ذلك هو بقى ما تقراش، مش معناه ان انت يعني تهملهم. اقرا هنا يعني اقرا هنا واقرا هنا، بس هي اولويات، هفضل اقولها، هي مسألة اولويات. ركز بالله عليك. القرآن كان الصاحب اللي ما بيرجعش، يعني ما بيتغيرش عليا، ولو انا بعدت بيرجعني من تاني، ولو غبت واتلاقيت بينغزني نغزة كده لطيفة عشان ارجع. هو بجد مش الصاحب اللي بيعاملك بالمثل زي كل البشر، بدايتهم بتبقى جميلة بس قليل قوي اللي بيفضلوا زي ما هم يعني. بالعكس، القرآن بيبدأ معاك واحدة واحدة وبيفضل معاك حتى في قبرك. هو الصاحب الوحيد اللي باقي لك. ف... يعني مصاحبة القرآن إحساسها يعني بيخليك اللي هو إيه، أنت مش واخد بالك مين معاك في الأوضة أنت بجد مش معاهم بقى. تمام. فهأكد عليك من تاني، ما تهجروش القرآن بالله عليكم، يعني أنت وقتك قضيه، تقدر تحسن تلاوة، تدبر، استماع، حفظ، تفسير، صور، امسك فيه بإيدك وسنانك بأي شكل. ولكن المهم دايما اللي بيبقى مصاحب ليك وما تقعوش أبدا 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 إنك تعمل بيه. اللهم يا رب ارزقنا العمل به، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم ارزقنا العمل به، وارزقنا يا رب فهمه وحفظه ونور وهداه وشفاه وبركته، اللهم آمين. هبعت لكم لينك التفسير، وخلينا نشوف الحديث مع بعض عشان مطولش عليكم. بصراحة هم حديثين برضه. أول حديث اللي هو اللهم صل على النبي، فين؟ آه معلش يا جماعة بس أنا معلمة الصفحة بس نسيت تاني حديث فيهم اللي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني هو أصلا الباب ده عن باب حسن الخلق، وإحنا عشان أخلاقنا تتحسن يعني اللي هنا بالقرآن هي دي. وفي برضه واحد تاني: إن من أحبكم إلى الله إن من أحبكم إليه
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. الرسول بيقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وأنا قريت التفسير بتاعها، بس هي برضو لسه ما اتربطتش في دماغي قوي، بس يعني ألفت انتباهي إن عايزة أفهم اللغة جميلة الصراحة. يعني ربنا برضو يعلمنا اللغة. وبعد كده بقى حديثني عن باب الحلم والأناه، اللي هو يعني تبقى متأني حلو، والرفق. أول حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. خلاص احنا عرفنا قبل كده حسنه وشانه. ايه تاني؟ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. هنا ليه أنا اخترت برضو باب الرفق والتأني؟ لأن هي ما بتجيش بسرعة. فالريلز اللي حضرتك بتتابعها دي مش هي اللي هتغيرك، وان انا اصلي 5 ايام مش هو ده اللي هيخليني ملتزمه على طول، ومش معلومتين ثلاثه تخليني اعمل المحتوى. ويعني تأنى شويه على نفسك، تأنى شويه، اصبر بالله عليك على نفسك. والرفق انك انت لو قست على نفسك عمرك ما هتجيب نتيجه. بلاش تعنفوا نفسكم، بلاش تهاجموا نفسكم، بلاش تهاجموا افكاركم. احنا بشر، تمام؟ افهموا كون ان احنا بشر، يعني فينا كل الصفات بس عندنا عقل بيميز. هفضل برضو اوعدها وازيد بشويش بشويش، ارجوك بشويش يعني. بس. وان حسن الخلق هو القران. يعني انا ايه الخلق؟ القران والسيره. القران والسيره النبويه، بس كده، شكرا. والى هنا تنتهي حلقتنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.